أهلا بيك مرة تانية. المرة اللي فاتت اتفقنا إن السوق مش عادل ومش بيبص لعدد ساعات سهرك، هو بيبص للقيمة. بس هنا بيظهر سؤال مهم جدا، هي إيه القيمة دي أصلا وإزاي أعرفها في مجالي؟ خليني أحكي لك الحكاية من جوه المطبخ. أول حاجة، في قاعدة اسمها قاعدة الألم والفلوس. السوق عبارة عن بني آدمين عندهم مشاكل. في قاعدة بتقول حجم المكافأة بيتناسب طرديا مع حجم الألم اللي أنت بتعالجه. يعني لو بتعمل حاجة ممكن أي حد يعملها، ده بيساوي في السوق ألم بسيط. يعني السوق هيدفع لك حاجات بسيطة، يعني زي مثلا إيه، مجرد ملاليم. ولو بتعمل حاجة بتجيب للشركة مثلا فلوس أو بتوفر خسارة ملايين مثلا، أو يعني في ألم رهيب، ده هيخلي السوق يتحايل عليك علشان ياخدك أو علشان القيمة اللي أنت بتقدمها دي. علشان كده لازم تسأل نفسك، هل أنا مسكن لمشكلة حقيقية، ولا أنا مجرد فيتامين حاجة كويسة يعني بس ممكن أي حد يستغنى عنها؟ تاني حاجة، بص على فاتورة المنافسين الأذكياء. لو عايز تعرف القيمة فين، سيبك من اللي المديرين بيقولوه في الاجتماعات والكلام ده، وبص على اللي بيترقوا فعلا، اللي شغالين فريلانس بأشعار خيالية مثلا. هل بياخدوا فلوس علشان سرعتهم، ولا علشان علاقاتهم، ولا علشان بيعرفوا يحلوا كوارث مفيش غيرهم بيحلها؟ مثلا تقدر تدخل على لينكد ان تشوف التوب 10 في مجالك، اقرأ الجوب ديسكريبشن بتاع الوظائف اللي مرتباتها مثلا عالية. هتلاقي كلمات مفتاحية بتتكرر، هي دي القيمة اللي السوق بيدور عليها حاليا. ثالث حاجة، معادلة الندرة. ليه كيلو الألماظ أغلى من كيلو الحديد مع إن الحديد استخدامه أكتر؟ الجواب ببساطة جدا، علشان الندرة. لو مهاراتك موجودة عند كل الناس اللي ماشية في الشارع، قيمتك السوقية هتنزل للأرض مهما تعبت. المجهود الضايع إنك تحاول تبقى أشطر واحد في حاجة كل الناس بتعرف تعملها. القيمة الحقيقية إنك تدمج مهارتين مع بعض، زي مثلا مبرمج شاطر موجود كتير وبيفهم في البيزنس والتسويق، ده نادر جدا. حقيقة الاستبدال، ودي أصعب لحظة صراحة مع النفس. اسأل نفسك، لو أنا استقلت النهاردة الشركة هتاخد وقت قد إيه علشان تلاقي بديل، وهتدفع له كام؟ لو البديل هيجي في يومين وبنفس المرتب، يبقى مجهودك الحالي بيساوي صفر قيمة إضافية. لو الشركة هتتلبك وتقعد شهور تدور وممكن ضعف مرتبك علشان تلاقي حد بكفاءتك، يبقى مجهودك في مكانه الصح. النتيجة اللي لازم تطلع بيها، ما تخليش هدفك إن أشتغل كتير، خلي هدفك إني أكون صعب الاستبدال. ولازم تعرف إن السوق بيكافئ النتائج مش المحاولات. حل المشكلة المعقدة مش المهام الروتينية. المهارات النادرة المدمجة مش المهارة الواحدة التقليدية. باختصار، الاجتهاد من غير بوصلة هو أسرع طريق للإحباط. حدد مركز الثقة في مجالك وارمي كل طاقتك فيه، وقتها بس هتلاقي إن مجهود قليل في المكان الصح بيجيب نتائج أسرع أنت نفسك ما كنتش تحلم بيها. ما تنساش تدعمنا باشتراك في القناة وإعجاب، بسم الله تعليق، واعمل شير للفيديو لو شايف إن غيرك ممكن يستفيد. السلام عليكم.